أعتقد إن منتخب إيطاليا كان محتاج واحد زي روبرتو باجيو عشان يوصل نهائي مونديال 94. أول مباراة لإيطاليا بتلاعب سويسرا في مدينة كالياري في إيطاليا. ساكي اختار إنه يلعب بالحارس لوكا ماركياني، والنتيجة إنه أخطأ مرتين فسويسرا سجلت، لكن إيطاليا تعادلت آخر 10 دقايق 2-2. ساكي بيقول إنه ما تكلمش بين الشوطين مع ماركياني، لكن ماركياني فقد مكانه الأساسي بعد ماتش سويسرا لصالح جان لوكا فاليوكا. فرانكو باريزي قلب الدفاع كان فاجئ الكل قبل ماتش سويسرا بأسبوعين وقرر انه هيعتزل اللعب دولي. باريزي وقتها كان 32 سنة وكابتن الفريق، لكن بعد اللي حصل ماتش سويسرا قدر أريجو ساكي انه يقنع باريزي بالعدول عن قراره واللعب مرة تانية لمنتخب إيطاليا بعد كده قدرت تتعادل بره أرضها مع اسكتلندا وتكسب 4 مباريات لحد مايو 93 لما لعبوا سويسرا بره أرضهم على صدارة المجموعة، لكن سويسرا كسبت 1-0، ودي أول هزيمة لساكي مع منتخب إيطاليا بعد 8 شهور تدريب. ساكي ما تهزش وكمل أسلوبه وكمل تجاربه، وفي كل معسكر كان بيضم لاعب أو 2 لأول مرة يجربهم، ممكن يكملوا معاه وممكن ما ينضموش تاني. بالمناسبة في موسم 92-93 في 3 فرق إيطالية لعبت 3 نهائيات أوروبية كسبوا منهم 2. الميلان خسر من مارسيليا 0-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا، وبارما كسب بطولة أوروبا أبطال الكؤوس، ويوفنتوس كسب كأس الاتحاد الأوروبي. فالكرة في إيطاليا كانت في أعلى حاجة وفي أعلى مستوى. في الوقت ده كان من ضمن المجموعة اللي ساكي بيعتمد عليها جان لويجي لينتيني، الجناح اللي ميلان اشتراه سنة 92 من تورينو بمقابل قياسي وقتها بما يوازي 13 مليون يورو، وده كان أغلى لاعب في العالم وقتها. لكن في صيف 93 لينتيني عمل حادثة بالعربية وأصيب إصابات كبيرة، وبعد فترة لما رجع معرفش يستعيد مستواه. لينتيني منضمش لقائمة المونديال، وعموما لينتيني قياسا للمقابل اللي اتدفع فيه وقتها واللي ما كانش معتاد يعتبر من أكبر الصفقات المحبطة في التسعينات. إيطاليا كسبت البرتغال 1-0 في ميلانو وصعدت لكأس العالم مع سويسرا، وانتهت سنة 93 بالنهاية دي. سنة 93 كانت أهم سنة في تاريخ روبرتو باجيو اللي كسب فيها جايزة أفضل لاعب في العالم في كل المجلات الكبيرة، وكان في إجماع على إنه أفضل لاعب في العالم ومن أهم اللاعبين اللي متوقع ليهم التألق في مونديال 94. مع بداية سنة 94 وأثناء الاستعداد للمونديال ضم أريجو ساكي مهاجم الميلان دانييلي ماسارو اللي كان وقتها 33 سنة وبقاله 8 سنين ما انضمش للمنتخب، لكن ماسارو كان عامل موسم استثنائي مع الميلان، ختموا بهدفين في نهائي دوري أبطال أوروبا على برشلونة في النهائي اللي ميلان كسبه 4-0، وده ضمن له مكان في قائمة المونديال. اختار ساكي قائمته اللي كلها كانت بتلعب في الدوري الإيطالي: 7 من الميلان، 5 من بارما، 3 يوفنتوس، و3 لاتسيو. ويمكن ما كانش فيه مفاجآت، اللعيبة اللي ساكي كان مستريح معاهم وبيديهم فرص خلال التصفيات كملوا معاه، والناس اللي كان بيستبعدهم ما ضمهمش، بخلاف ماسارو الوحيد اللي انضم بعد نهاية التصفيات. إيطاليا كانت وقعت في المجموعة الخامسة مع أيرلندا والمكسيك والنرويج. أول مباراة ضد أيرلندا انتهت بنتيجة مخيبة للآمال بخسارة إيطاليا 0-1. الماتش اللي بعده ضد النرويج وإيطاليا لازم تكسب، ساكي عمل 3 تغييرات في تشكيلته وزود هجومه بكازيراجي مهاجم لاتسيو عشان يضغط أكتر على النرويج اللي كانوا معروفين إنهم مش هيهاجموا إيطاليا وهيستنوا إيطاليا تهاجم. إيطاليا ضغطت كويس أول 20 دقيقة، لكن في الدقيقة 21 الكورة مع النرويج فدفاع إيطاليا تقدم عشان يكشف الأوفسايد، لكن الباك اليمين أنطونيو بيناريفو اتأخر في التقدم، فراحت الكورة انفراد منعه الحارس فاليوكا بإيده برا منطقة الجزاء، فالحكم الألماني طرده وتعقد موقف إيطاليا. أريجو ساكي فاجئ الكل وقرر إنه يخرج روبرتو باجيو عشان ينزل حارس ماركياني. باجيو خرج زعلان، وبعد كده ساكي قال إنه عرف إن الماتش هيكون صراع بدني أكتر منه فني، فهو خرج باجيو عشان يحافظ عليه عشان هو هيحتاجه في 3 ماتش ضد المكسيك. مبرر غريب بس هو ده اللي قاله ساكي.
الصعوبات في الماتش ده ما وقفتش عن طرد باليوكا وغياب باجيو، ده كمان باريزي اضطر يخرج عشان مصاب في بداية الشوط التاني، لكن الفرج جه أخيرا من ضربة حرة من ناحية الشمال رفعها جوزيبي سينيوري على راس دينو باجيو اللي سجل هدف كسبت بيه إيطاليا 1-0. ماتش المكسيك ساكي بدأوا بنفس تشكيل النرويج بس بدون باليوكا وباريزي. إيطاليا كانت كويسة بس ما سجلتش أول شوط. ساكي نزل ماسارو بدل كازيراجي، ومن أول لعبة تقريبا البرتيني يرمي كورة لماسارو اللي يلاقي نفسه منفرد فيستلم الكورة استلام ممتاز ويسجل، لكن المكسيك اتعادلت بعد 10 دقايق وانتهت المباراة بالتعادل، وارتفع رصيد إيطاليا ل4 نقط صعد بيهم للدور الثاني عشان يقابل نيجيريا. ريجو ساكي علق على ماتش المكسيك إن الضغط العنيف والتركيز الشديد والمجهود الكبير اللي فريقه بذله قبل وأثناء ماتش النرويج أثر على الفريق في ماتش المكسيك، وإن الفرق بين المباراتين كان 4 أيام ما كانوش كافيين لأعضاء الفريق عشان يستعيدوا تركيزهم في ماتش المكسيك ويبذلوا نفس المجهود. سنة 2021 شركة نتفليكس انتجت فيلم عن روبرتو باجيو، وجابوا إنه بعد ماتش المكسيك قررت أسرة باجيو في إيطاليا والده ووالدته وزوجته يسافروا له أمريكا عشان يساندوه بعد ما خلص الدور الأول بدون ما يسجل أي أهداف. ساكي غير تاني في تشكيله ضد نيجيريا ولعب بماسارو دونادوني ومدافع فريق تورينو روبرتو موتسي. نيجيريا اتقدمت في الشوط الأول فساكي نزل دينو باجيو عشان يظبط نص الملعب، ولما قرر إنه يهاجم نزل زولا، لكن زولا أخد كارت أحمر أول ما نزل وتعقد الموضوع أكتر، لكن ما كانش في حد ممكن يحل الموقف إلا روبرتو باجيو اللي سجل مرتين قبل النهاية بدقيقتين وفي الوقت الإضافي من ضربة جزاء عشان إيطاليا تكسب المباراة العصيبة دي وتكمل طريقها. رجع باليوكا أخيرا من الإيقاف في ماتش إسبانيا في دور الثمانية، وغير ساكي في تشكيلته عشان تكون أقرب للشكل اللي بدأ بيه البطولة ضد أيرلندا. دينو باجيو سجل إيطاليا في الشوط الأول، إسبانيا تعادلت الشوط الثاني، وزي ماتش نيجيريا وقبل النهاية بدقيقتين باجيو يسرق دفاع إسبانيا وينفرد ويخطف هدف فوز إيطاليا 2-1. في الدور قبل النهائي إيطاليا لعبت بلغاريا، باجيو ما استناش لآخر وقت زي كل مرة، لا ده سجل هدفين أول نص ساعة وخلص الماتش 2-1 لإيطاليا عشان تتأهل إيطاليا لنهائي كأس العالم لخامس مرة، ويصبح باجيو على بعد خطوة واحدة من الفوز بكأس العالم. النهائي هيكون له حلقة منفصلة نتكلم عنه بالتفصيل. ساكي بيقول على مشاركة إيطاليا في مونديال 94 إنهم لعبوا في ظروف مستحيلة زي درجات الحرارة الغير آدمية اللي كانت بتوصل ل 40 و 45 درجة في عز حرارة الشمس، لأنهم مضطرين يلعبوا المباريات بدري عشان تتلعب في مواعيد مناسبة للأوروبيين عشان يشوفوا المباريات، وإن الفيفا كان لازم يبقى له أي رد فعل تجاه ده.